بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين. تحياتي ليكم النهاردة 9/9/2023، ودي حش طريقة أنا بعرض عليكم النهاردة طريقة حش البونيكا. معاكم شركة الشرق الأوسط للاستثمار والتطوير الزراعي، المهندس أحمد مصطفى. تحياتي ليكم يا جماعة، ونبدأ كده نشوف طريقة كبس البونيكام الشرق الاوسط الناعم ازاي. اتفضل كده، ادي المكبس ماشي، عاملين شرابات بيبدا يلمه. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى على النبي. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. يبدا يجمع، يبدا يكبس وراه، لا تبدا تنزل ايه زي ما انت شايف كده. كمل يا باشا، تمام يا باشا كمل. وهشتغل لكم عشان بس تشوفوا الحاج وشوفوا النبات في الارض بدأ كمان ايه يطلع، والارض عطشانه بقى لها اكتر من 15 يوم عشان عمليه التجفيف والحش. والنبات بسم الله ما شاء الله زي ما انت شايف كده مخضر، ده معناه ان هو يتحمل العطش، ده معناه ان هو بيتحمل العطش. الارض هنا محشوشه بقى لها اكتر من 15 يوم زي ما انت شايف كده. بسم الله ما شاء الله، توكلنا على الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم. دي مساحه 3 فدان، وده الموقع بتاعنا اللي هو موجود، موقع الصوب الزراعي، موقع الشرق الاوسط للاستثمار والتطوير الزراعي. الكيلو 9 بوردين، كيلو 9 طريق بلبيس الزقازيق، قرية بوردين على الطريق السريع أمام عزبة سليمان يا فندم، مجمع صوب الشرق الأوسط للاستثمار والتطوير الزراعي. تحياتي ليكم، ربنا يسدد خطانا على خير. ده أقوى بديل علف موجود في العالم، ده أقوى بديل علف موجود في العالم. البونيكام الفرعوني المصري، ده من أمهات مصرية، ليس مهجن. ما تقوليش أي صنف تاني، مفيش صنف تاني معتمد ولا معترف بيه هنا في مصر. يا جماعة اختاروا النباتات الموائمة للمناخ المصري، اختاروا النباتات الموائمة للمناخ المصري عشان ما يغيرش. تبص تلاقي التاني بكل بساطة هتلاقي ان اهو في اشواك في العود، وفي قلب الورقة هنا في اشواك. 3-4 شهور مع التغذية بيحصل التهابات، في الجهاز الهضمي طبيعي. شوكة صغيرة كده عاملة زعزوت قصب الصدر، ولا تقول لي MG12 ولا تقول لي غيره. خلينا نتعامل دايما مع الاصناف المصريه المطابقه للمناخ المصري زي ما انت شايف كده. تحياتي ليكم، واي حاجه نقول ايه، الواقع هو اللي بيثبت، الواقع هو اللي بيثبت، مش حاجه تانية، خلينا ايه على ارض الواقع. الشو ميديا حلو والكلام حلو على الفيديوهات، خلينا نتكلم في ايه الواقع اللي بيتم على الارض، شكل النبات موجود ايه على الارض، الحياه موجوده ازاي، على اساس نقدر نحدد. ما تخليش حد يضحك عليك، ولما تيجي اطلب فاتوره وقول له لو سمحت وريني السجل التجاري والبطاقه الضريبيه ووريني فاتورتك واعمل لي فاتوره، عشان لا قدر الله حصل حاجه تعرف ترجع له. تمام؟ بالتوفيق، وادي ارض الواقع. خلينا دايما نتكلم ايه على ارض الواقع. تحياتي ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.